أهلا وسهلا بيكم أعزائي الأصدقاء وحلقة جديدة من حلقات الدنيا أحلى مع مروة. خلال ساعات بسيطة هتكون عدت علينا سنة وداخلين في سنة جديدة إن شاء الله، داخلين على سنة جديدة كلها خير وبركة وسعادة، وربنا يأتينا من واسع كرمه، اللهم آمين يا رب العالمين. على دخول السنة الجديدة هتكلم معاكم في موضوع جميل جدا جدا جدا. مش هقول لكم زي كل الناس انه لازم يكون في اهداف ولازم تتحط ولازم نمشي عليها ولازم يكون في مهام منظمة علشان خاطر نقدر نحقق الاهداف دي وتعدي علينا سنة ونبقى محققين كل اللي احنا عاوزينه. لا، مش موضوعي مختلف تماما عن الموضوع ده. فتعالوا مع بعض نعرف ايه الفرق ما بين التنظيم والتخطيط. معظم الناس يا أصدقائي ما بيعرفوش يخططوا، هما بيحطوا طموحهم على ورقة، وبعد كده بيربطوها بوقت، وبعد كده بيجدولوها وكده بيسموها تخطيط. طبعا هنا ما اسموش تخطيط نهائي، هو هنا اسمه تنظيم للأهداف، وضع وقت معين وإنها مبعثرة إزاي تتلم وتتحط بتوقيت معين. ده اسمه تنظيم، مش تخطيط أبدا. تنظيم هنا لما نسأل ماذا ومتى وكيف، إنما التخطيط هنا بقى لما نسأل لماذا، يعني إحنا بنقرأ الكتاب لماذا؟ مثلا طبعا علشان بنبحث عن القيم الداخلية الدفينة، وعلشان بنبحث على دواخلنا، وعلشان بنبحث على الحاجة اللي جوانا اللي لمسة روحنا اللي ممكن نعملها تسعدنا وتكون هدف لينا في حياتنا، مش أهداف بتتحط على ورق مطبوعة ومنسوخة واحنا بنيجي مش بتاعتنا، يعني أهداف مش بتاعتنا واحنا نعملها نحققها. كتير من الناس هنا بيحطوا خطط لكن ما بيستمروش عليها، أكيد لأنها مش خططهم النابعة من جواهم هم ولمسة روحهم وقيمهم ومبادئهم، وبيبقوا سعداء بيها، مش لاقيين نفسهم فيها لأنها مش بتاعتهم. ممكن يكون أي حد تاني حاططها وده واخدها وبيطبقها أو واخدها وماشي عليها، مش بتاعته، فطبيعي إنه هو مش هيقدر يستمر عليها، مش لامسة روحه ومش حاسس بإنه سعيد وهو بيطبقها. التنظيم هنا يا أصدقائي نتيجته هو ترتيب الأولويات وحفظ الأوقات. طبعا قياس التقدم، إيه اللي وصلت له في يومك وأسبوعك وشهرك والسنة بتاعتك. التخطيط بقى يا أصدقائي معناه إن احنا ننسجم مع أنفسنا ونتسق مع ذاتنا، نحس بيه، نحس إن احنا مبسوطين وسعداء وإحنا بنحقق وإن احنا بنحقق الهدف ده، يعني متوافقة مع نفسي وقدراتي وذاتي وقيمي ومبادئي وكمان قدراتي. مش هتكون مقلدة أو مستعارة أبدا، هنا ما هتكون مقلدة أو مستعارة. في التخطيط هنا بينطلق من الإنسان من نفسه وبيه وإليه وبيرجع له في الآخر، طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فالأهداف هنا التي لا تقبل للانحراف هي الأهداف اللي احنا حطيناها أو الشخص من نفسه حطها على حسب هو مقتنع بيها من داخله، من قيمه، مبادئه، عاداته، مبسوط بيها وهو بيحققها. التخطيط هنا زي الرسم بالظبط، لا يطابق الحقيقة، ملوش دعوة بالحقيقة، انت بترسمه بالطريقة اللي انت عاوزه. استمتع هنا بالرسم اللي انت بترسمه، ولكن ما تصدقش اللوحة اللي انت راسمها، استمتع بيها. وعلشان خاطر التخطيط ده ما يبقاش قيد على رقبة حد أو إنه يبقى حاجة مقيداك، استمتع بيه وخليه حافز وموجه ليك عشان تحقق ودافع إنك تحقق كل حاجة حلوة أنت عاوزها. اجعل التخطيط ده زي الصديق بالظبط ليك في الطريق، واجعله أنيس ليك واستمتع بالرحلة. وهنا التخطيط
بدون تعمق في الواقع. ليه؟ لأن كل حاجة بإيدين ربنا. نسأل ربنا الهداية والسداد، اللهم آمين يا رب العالمين. ونحاول نحقق الأهداف دي بتوثيق وتحقيق ومرونة من غير ترفيه، ونسأل ربنا دايما الهداية والسداد والتوفيق من عند ربنا. طبعا عشان احنا حياتنا طبعا معقدة، يعني الحياة معقدة، والأقدار دايما بإيد ربنا. وهو ربنا مش رب الغلابة والفقراء والمساكين وبس، ولكن أيضا رب الأذكياء والأقوياء والناس الناجحة. التوفيق دايما من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي عالم بالأقدار. فنسأل ربنا دايما الهداية والسداد، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا هنا الهداية يعني أي طريق أسلك للطريق ده يا رب، والسداد اللي هو إنه يوصلنا لآخر الطريق ده باللي إحنا نتمناه كله، وبالخير بالدعوات والصلاة، إنه يحقق لنا دايما اللي إحنا عاوزينه. طبعا إذا حصلنا على اللي إحنا عاوزينه كله نحمد ربنا ونشكر فضله، ونحمد ربنا على إنه هدانا وما كنا نهتدي إلا بيه سبحانه وتعالى. وإذا سعينا وإحنا محققناش لسه اللي إحنا عاوزينه، ما تنسوش قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: وسددوا وقاربوا. بمعنى إنه كل اللي بيسعى ممكن يكون إنه قارب لهدفه بدعواته بالتقرب لربنا، وإنه يعمل خير ويتصدق ودايما يطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، وما يظلمش حد وما يجيش على حد. ومن هنا ربنا أكيد 100% هيقف في ظهره وهيساعده لبلوغ هدفه. وطبعا ما ننساش الاستخارة، انه دايما نستخير ربنا في صلاتنا ونطلبها من ربنا: يا رب اذا كان خير قربوا لينا، واذا كان شر صرفوا عنا وارضنا بيه، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا من احسن الحاجات اللي ممكن تكتبها هي وصيتك، لان هي دي اخرتنا، وربنا يحسن ختمتنا يا رب في الدنيا والاخرة. وكانت دي حلقتي في الدنيا أحلى مع مروة، يا رب تكون نالت إعجابكم. شاركوني في تعليقاتكم برأيكم، وشكرا على وقتكم اللي قضيتوه معايا، وأتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، وإن شاء الله حلقة أخرى قادمة من الدنيا أحلى مع مروة.